أهلا بكم متتبع أخبار نادي شبيبة قبائل. السوداني عامر يونس عبد الله قد يكون الأجنبي الثاني الذي سيوقع في شبيبة قبائل في هذا الميركاتو الشتوي. في ثاني خبر، إدارة جياسكا تؤهل رسميا اللاعبين الاثنين، ويتعلق الأمر بالمدافع الأيسر لترجي مستغانم بولقابول وتكسيرا وسط ميدان بيترو أتلتيكو لمباراة يوم السبت أمام الجيش الملكي في انتظار بقية الصفقات. الظاهر أيسر بالقابول والمغترب معه شون أنغولو تيكسيرا متواجدون في مقر الفريق لإمضاء قصدات تأهيلهم من أجل الحضور في لقاء الجيش الملكي ذهابا وإيابا. الأنغولي غاردي تيكسيرا جديد جبهة قبائل قادم من بترول أتلتيكو الأنغولي، اللاعب من مواليد 98 يلعب كجناح. إحصائيات الموسم الماضي 2024-2025 لعب 23 لقاء، قدم 5 تمريرات حاسمة وصفر أهداف. إذا ثلاثي جديد في جبهة القبائل قصد عودة النادي إلى الألقاب المحلية وخاصة القارية. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.